بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل القراءة في هذه الرسالة توساتنا نقتل على إن شاء الله عبر الرسالة التي بدأناها أمس. الفصل الأول تجويزهم الشرك بالله تعالى. الفرقة المعروفة فرقة الأحباش يمجمر وفصل እንግዲህ የሚመጡ ፍصሎች ላይ ምን ይብራራልናል ብለን ነው ያቆምነው። የመጀመሪያው ፈስል በአላህ ማጋራትን ያበቃሉ አህባሾች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ብሎ የደመደመውን የወንጀሎች ሁሉ አንደኛ ወንጀል እሱን ያበቃሉ አሉ። ተጅዊዝ ማለት ማብቃት ማለት ነው። የጀወዘ መስደር በአላህ ማሻረክን ማብቃታቸው። فالأحباش يجيزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالأموات. دي الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة إذا في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد لا بسفيو بسوست مكاكل يالون فرق أبرارتنال فليرجع إليه. ناهن نقاط على حروف تنش نو من فسره ساعات سلازة أحباشوش استغاثان درسوا لي مالتنا استعاذة متبقن متاجزن بمتانوش يابقالو إيه بس كتبوچاچو ያጸደቁትና مصادروች ይጠቅሳሉ ቀራዋለሁ ፈጠና አድርገም ቢሆን ወዱዓአሁም من دون الله تعالى ከአላህ ሌላ ሙታኖችን ድረሱልኝ ብሎ መጣራት ይበቃል ብለው ሽርክን ያበቃሉ። በሸባብ ይሄንን የሚል ጀማዓ እስላሚያ ነው የሚባለው دخيل على الاسلام ነው የሚባለው دخيل على الاسلام بلا شك لتخريب عقائد المسلمين. نسأل الله أن يطهر البلاد منهم ونسأل الله أن يريح العباد والبلاد منهم. كما في بغية الطالب لمعرفة العلم الدين الواجب تأليف عبد الله الحبشي صفحة 8 إيه انت قلنا مالت نص كتاب له. وصريح البيان في الرد على من خالف القرآن بالعكس للحبشي أيضا صفحة 70 و50. بالمناسبة بجوزي بيا الله شباب كتاب يطبعنا كلاماتهم الزا كتاب لاي ياسبتنا أهل السنة كالنص كتاب الزو ورقة وصفحة سيملسوباچو ሁለተኛው طبع ላይ ምን ያረጉታል بيا الله يا شباب ይቀይራሉ صفحاው ውሸታም ለማስባል ማለት ነው። ስለዚህ አውቀው ሁን ብለው የተላኩ ቡድኖች መሆናቸውን ይሄ ይገልጻል። طباع الثانية ላይ ሌላ ገጽ ላይ ያመጡታል። አለፈው ገጽ ላይ ይሄን ይያሉ ነው አንልም ለማ አለ ኪታብ። ስለዚህ ያ ዲመሽቅ ያልነው አብዱራህማን ኢሓላ ሲያረግ እንደዚህ ባንድ ብቻ ያረግ في الطبعة الأولى ገጽ كذا ይላል وفي الطبعة الثانية صفحة كذا ይላል لإدانتهم بما يقولون. ስለዚህ ይሄንን እዛ ማየት ትችላለህ። وكما في الدليل القويم صفحة 173 تلال وصريح البيان صفحة 62 والمقالات السنية صفحة 46 و56 من الطبعة الأخرى وهي من تأليف عبد الله الحبشي وهو زعيمه. انقري كتبون عليهم يسون كتابنا إلا كتابا واحدا الذي هو المقالات السنية. وهذا الكتاب خصصه لتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية ملأه بالأكاذيب والافتراءات. ملو عنوان لزام مقالات السنية في كفر وضلالات ابن تيمية شحنه بالأكاذيب جزاه الله بما يستحق. ስለዚህ የሱ ከሱ ሙአለፋቶች ነው ማለት ነው ይሄ። طيب መጨረሻ ያጠቀሱት استعانة የሚለው ላይ كما في بغية الطالب صفحة 8 وصريح البيان صفحة
57 تأليف الحبشي أيضا نكتبوቻቸውን نحذر منها بأعلى وأقوى أنواع التحذير لا يجوز قراءة كتب الأحباش إلا عند النزل تمكن لاለው ሰው للرد عليها لا بأس ألذا للاستفادة منها አይቻል ከቻልክ ወደ ሌላ ፊትና ማያመጣ ከሆነ መስለሐና መፍሰዳውን አገናዝበህ ማቃጠል ይቻላል ባህር ውስጥ ማስገባት ይቻላል የሚታጠብ ከሆነ በውሃ አጥቦ ጽሁፉ እንዲጠፋ ማድረግ ይቻላል ባይሆን ምንድን ብለን ነው ያንን ምን مع مقارنة وملاحظة المصالح والمفاسد طيب ስለዚህ እኛ ያበቃሉ ወደ መትን እንመለሳለን ስለዚህ አህባሾች استغاثة استعانة استعاذة بالاموات كذلك ሙታኖችን ድረሱልን ብሎ እነሱን ያ فلان ብሎ ድረሱልኝ ብሎ መጣራት ይቻላል ይላሉ وهذا شرك أكبر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين ይህ መስአላ ግልጽ የሆነ ከሚላ የሚያወጣ ሽርክ ነው ቁርአንም እንደሚመራው ሐዲሱም እንደሚመራው اجماع المسلمين በዚህ ላይ ነው ያለው وهذا الشرك هو دين المشركين الاولين من كفار قريش وغيرهم ይሄ ሽርክ እንግዲህ من كفار قريش وغيرهم የነሱ ሃይማኖት የነሱ ዲን ነው እንጂ የሙስሊሞች አይደለም كما قال سبحانه عنه ስለነሱ ሲነግረን አላህ ምን አለ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية 18 من سورة يونس ويعبدون يجزالو إلى طرال من دون الله كالله ليلا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما يقوداتشون ما يتقماتشون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أما لا جوتشاتشين أقرابيوچناچن ናቸው ነው የሚሉት ሲጠይቋቸው وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين اللهن ብቻ አምልክ ተገዛ ዲንን ለሱ ጥርት ያረክ ስትሆን አላ لله الدين الخالص ጥርት ያለ ዲን ለአላህ ብቻ ነው والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كالله ليلا አጋጆች ወዳጆች የሚቀሯቸው የሚገዟቸው የያዙ ሙሽሪኮች ሲጠየቁ ምን ይላሉ ማና አዕቡዱም አና መልካቸውም ይላሉ إلا ليقربونا إلى الله زلفى ወደ አላህ ማቃረብን ሊያቃርቡን እንጂ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى በሚጋጩ በሚለያዩበት ጉዳይ يوم القيامة الله يفردال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا كفر وكيالون الله سبحانه وتعالى قطافين واشوننا كادين الله تككلኛውን መንገድ አይመራውም አያቀናውም በማለት አያውን الله سبحانه وتعالى يጨርሳል الزمر من الثانية إلى الثالثة وقال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الأنعام كسلساسوس تسكسلسارا طيقاتشو اسكي لا الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل بلاتشو نقراتشو اسكي طيب من ينجيكم ندعى مياوتاتشو معنو من ظلمات البر والبحر كبحرم كيبسم ጨለማዎች ነጃ የሚያወጣችሁ ማን ነው تدعونه تضرعا وخفيا የተዋደቃችሁ የተዋረዳችሁ ሆናችሁ በሚስጥር የፈራችሁም በሚስጥርም የምትጠሩት ማን ነው ብለህ ጠይቃቸው لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ከዚህ ቀውጢ ከዚህ ሙሲባ ነፃ ካወጣን እሱን ከሚያመሰግኑት እንሆናለን ይያላችሁ የምትጠሩት ማን ነው قل الله ينجيكم منها الجواب من الله سبحانه وتعالى ከዛች ሙሲባ ነፃ የሚያወጣችሁ አላህ ብቻ ነው ከዛች ሙሲባ ብቻም ሳይሆን ومن كل كرب
ከሚያጋጥማችሁ ጭንቅ በአጠቃላይ ነፃ የሚያወጣ ከአላህ ሌላ የለም። አቂደቱል ሙስሊሚን ይሄ ነው። ከአላህ ሌላ ከከርብ ከጭንቀት የሚያወጣ ከአላህ ሌላ የለም። አላህ ነው ከየችግሩ ሁሉ የሚያወጣችሁ። ثم أنتم تشركون ችግራችሁ እዛ ላይ ተውሂድ አድርጋችሁ والغريب يا شباب المشركون الأوائل عند الضرورة وعند الكرب ومسلموች ጋር ምን ያደርጋሉ ብለን ይስማማሉ በተውሂድ። ጭንቅ ላይ እኮ ሽርክ የለም ነው የሚሉት እና አቡ ለሀብ እና አቡ ጀህል الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واخرجوه من مكة اضطرار لا يوحدوا. لكن المشكلة ከዛ በኋላ ረኻእ ላይ የሚያመጡት ሽርካቸው። ሙተአኺሮቹ ደግሞ እንደውም በጣም የሚያሻርኩት ምን ላይ ጭንቅ ላይ ከሌሽ ይደርስልኛል ያ ሸባብ እንደ ቀልዳን والله እንደዚህ ምላስህ ተደርቆ ጾመ ምግብ ሳትበላ ውሃ ሳትጠጣ የሚደርስልኝ አካል አለ ብለህ የምታምን ከሆነ والله ጾምህ ተቀባይነት የለውም። وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا የሚደርስልኝ ሸህ አለ ከጭንቅ የሚያወጣኝ ምትል ከሆነ ያንን እምነትህን አስተካክለህ ነው መጾምና መስገድ አለ። ስለዚህ አህባሾች የመጀመሪያው ፈስ استغاثة استعاذة دعاء الأموات ይመጣሉ የሰዎችን حاجة አውጥተው ይመለሳሉ። ያ ሸባብ ከኩቱቦቻቸው አሁን መስደር አስቀምጠው አስተማሩ። አንተ ቀናት አላቸው እኮ አገራችን አላቸው ማላቸው ቻናል አላቸው የላቸው አልተከታት ሊረዳ عليهم ላሊ ይሄንን ማህበረሰባችንን ያበሰበሱ ወደ ተረሳ ሽርክ እየመለሱ የገረገሩ ያሉ ሙፍሲዶች ናቸው። ለዚህ ነው نسأل الله أن يطهر منهم البلاد ያልነው ለዛ አላህ እኮ የሚያቅተው ነገር የለም። وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كن كان ولكن ليبلو بعضكم ببعض إننا يتمكرنا ነው በእነሱ። ስለዚህ እነሱ ሽርክ አፋቸውን ነፍተው እያስተላለፉ አንተ ላ ማለት ካቃተ ችግር أين عقيدتك وأين غيرتك على دينك وأين غيرتك على أمتك تنزل إلى حضيض وأنت يخالف نجر من المال إيه رسالة مكراتنا يا شباب من حولنا لا يحبون لا يرضى أيودهم لمن لأنهم وجهان لعملة واحد يا شباب أصلا تجربة عندها ثبتوا معلش عندها نضافة تلتو الأحباش شهوانيو دنيا لا يبتشى منورنا يفلقوا دس بلواتشو حتى ይሄ ዲንክ ነገር ምናምን እኮ ሌሎች ጀማዎች አሏቸው የሚተኳቸው ሁላችንም የምናውቃቸው ያመጡና እሱን ያስቀምጠዋል። በአቂዳ ራሱን ስላልጠበቀ የመጣ ፍክር ሁሉ ይወስደዋል። ስለዚህ አንተ አቂዳን አላምጠህ ካልወጥክ የመጣ አውሎ ንፋስ ሁሉ ምን ያደርጋል? አንሸራቱ ይወስዳል። طيب نواصل الكتاب. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجدوች ያላህ ብቻ ለአላህ ብቻ ናቸው። አላህ ጋር ማንንም አንድን አካል አትገዙ አትጥሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሽርክ ይከለክላል። እዛ አሐደን የሚለውስ አምዋቶችም ይገባሉ። الجن الآية 18 وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك ይህ ንግስና ለሱ ብቻ የሆነው ጌታችሁ ነው። والذين تدعون من دونه كاسللا متطرواچو متاملكواچو ما يملكون من قطمير اي ملكم الى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ቅጥሚር ማለት እዛው ፊነዋቲ አተምር የሚገኝ ነገር ነው ብለናል። ይሄ ነዋቱ የተምሩ አሁን ከثير ሆነ ረመዳን አይደለም አይው ተምሩን በልተው ያ ሸባብ ከስጋው እና ካጥንቱ መሃል ይሄን አጥንቱን ሽፍና አርጋ ምትይዝ ስስ የሆነች ምን አለች ጮራ ነገር አለች። እሷ ናት ቅጥሚር ማለት ምን ትባላለች እያለ ነው ያሰበ ቅጥሚር ደግሞ ገልበጥ አርጋ ስታያት ነዋዋ ነጥባላት በጀርባዋ እሷ ነቂር ትባላለች።
ይሄ ሸለቆው ላይ ደግሞ ያለ ገመድ ደግሞ የሚተኛ ነገር አለ እሱ ደግሞ ምን ይባላል ፈቲል ይባላል ስለዚህ ነኽልን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተምርን ዛፍ በምን መስለዋታል በሙእሚን መስለዋታል ሚጣል ነገር የለው ሙእሚንም እንደዛ ነው መሆን ያለ طيب ስለዚህ አችን እንኳን አይመልኩም እንተ ድዑሁም ላ يسمعوا دعاءكم ብትጠሯቸው ያኮ ይደርስልኛል የምትለወልኝ ይሄ ጎረሮ እስከሚቆረጥ ድረስ ብትጠራ والله አይሰማም አገለባብጠው አጥበው ከፍነው አስቀብረውት የሚሰማ ቢሆንማ ሳይቀበር እንዴት አይሰማም ነው አትጠቡኝ እኔ ራሴን አጥባለሁ ለምን አይልም ነው አልሞትኩም እንዴት አድርገን እናስረዳ ሸባብ ሰው አህባሽ ማለት ይሄን ፍቅር የያዙ ሰዎች አቅላቸው ጋር እኮ የሚጋጩ ሰዎች ናቸው ጭንቅላታቸውን ችምድድ አድርገው عكس العقل عكس الفطره የሚጓዙ ዶማዎች ናቸው ስለዚህ ብትጠሯቸው አይሰማችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو سمعوا ما استجابوا لكم فرضا بسموا من አይሉም መልስ አይሰጡህም መልስ አይሰጧችሁም ويوم القيامه يكفرون بشرككم يوم القيامه ይክዳሉ ነው በማሻረካችሁ እየተጣራህ ነው አንተ ከዲንህ ወጣሃል እዛ አላውቅህም ይላል ይሄን ሁሉ ከነገረን በኋላ رب العزه والجلال سبحانه وتعالى من ይላል ولا ينبئك مثل خبير እንዳዋቂ የሚነግርህ የለም እንደኔ ማን ይነግረህ እንዳላህ ማን ይነግረናል እንዳላህ የሚናገራል እንዳዋቂ አምሳያ የሚነግርህ የለም አብራርቼ ነግሬሃለሁ ይሄንን ለኡማዎች ጠንቅቀህ አድርስ ተባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نشهد انه بلغ البلاغ المبين طيب فاطر كسراسوس تسكاسرارات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده بهذا اللفظ ثبتوا لنا دعاء ማለት እኮ አሉ አምልኮ በአጠቃላይ እሱ ነው وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه እንደማለት ዲን ማለት እኮ ዒባዳ ማለት ዱዓ ነው ስለዚህ ይሄ ዱዓ የሚባለው ነገር ሁለት አይነት አለው ብለናል ዱዓ العباده አለ ዱዓ ጠለብ አለ ስለዚህ ሁሉም ላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየለመንን ዱዓ ያምልኮ ዘርፍ ነው ዱዓ العباده ዘርፍ لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى اخرجه اهل السنن باسناد صحيح الدعاء والعباده ملون اصحاب السنن بسند صحيح خرجوا والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة እንግዲህ ለነማዝጅ እነዚህን አመጣን እንጂ አሉ አንቀጾች ከቁርአን ያሉ አንቀጾች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገሩ አሐዲሶች በጣም ብዙዎች ናቸው ويتدل على أن المشركين الأولين እነዛ አንቀጾችም ሆነ አያዎች የሚመሩት ምንድነው የመጀመሪያዎቹ አጋሪዎች يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار ያቃሉ እኮ ጠቃሚ ጎጅ ፈጣሪ ሰጪ ነሺ አላህ ብቻ መሆኑን ያውቃሉ በማለት ላይ አያዎቹና አሐዲሶቹ ይመራሉ وانما عبدوا الهتهم የሚያመልኳቸውን ነገሮች አመለኩት ليشفعوا لهم عند الله እንዳማልዷቸውና ويقربوهم لديه زلفى الله ዘንድ ማቃረብን እንዳቃርቧቸው ነው ይሄን መሆኑ ጋር فكفرهم سبحانه بذلك ይሄን በማድረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዲያኖች كفاروች ናችሁ ብሎ አከፈራቸው في كتابه وحكم بكفرهم وشركهم وامر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم ይሄንን ካረገ በኋላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲጋደሏቸው አዘዛቸው حتى تكون العباده لله وحده አምልኮ የምትባል ነገር በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ ልትሆን ዘንድ كما قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الأنفال 39 الآية 39 እንግዲህ የሚመስላት አያ البقره ላይ ማለ ብለና እዛ ላይ كله የለም ተብሏል አንዳንድ የሚመሳሰሉ አያቶችን ምግር መንገዳችንን መለየት አለብን እንዳናመሳስል ነው ስንቀራ وقاتلوهم ተጋደሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى لا تكون فتنه اي شرك
بعض المفسرين الفتنة في هذه الآية وفي تلك من بلو فسروا ليالنا بشرك تفسر دين عملكوا لله بالجاس كمي وندرس تقارراتشو بلو الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين سلزي دعاء كالله لا إلا كان ما نميهن ما حتى نبي مرسلا أو ملكا مقربا بهن أيتر نبياتنا صلى الله عليه وسلم درسلن أيبال جبريل درسلن من دون الله كالله لا إلا كان الله نتارى ودا الله التنانسا الله عبادة يا رجال يانن سلام يارك نحبه نواليه أما أن ندعوه فهذا هو عين الشرك من نعمل كونجر من نتراو نجر كالله لا يلا عقيدة المسلمين الذي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع يهون ويال أهون يازناتشو جماعة وسجن يهن عبادة لموتانوش مستت يتشالال بلو ما بقاتاتشو يمجمريا على اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة كما يوطاتشو يمجمريا وفصل يفصلنا وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة إن عبادة بمملك لا الله بالشار ما رق إنجي لا ما أدرك شرك مهون بما برارات بذو كتبوش الزجاجة العلماء السنة وأوضحوا فيها أي في كتبهم حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله يسلمنا هونون الله سبحانه وتعالى رسولوችን የላከበትን ዲን እስልምና ሐቂቃውን አብራርተው وأنزل به كتبهم ያወረደበትን ሃይማኖት እስልምና ሐቂቃውን አብራርተዋል እዛ ኩቱቦቻቸው ውስጥ وبينوا فيها أي في الكتب أيضا دين أهل الجاهلية وعقائده يا أهل الجاهلية ሃይማኖትና የነሱን እምነቶችንም እዛ ኩቱቦቻቸው ውስጥ አብራርተዋል وأعمالهم المخالفة لشرع الله لا الله شرع مصارر ويهون የጃሂልያውን ስራ እዛ ውስጥ እንግዲህ አብራርተዋል ይሄም ከነሱ من فعل أهل الجاهلية ودعاء غير الله ومن أحسن من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه الكثيرة እንግዲህ መጀመሪያ እንደርዓ የሚጠቀስ المتأخرين ማለታቸው ነው بعد كثرة الفرق وأهل البدع والأهواء شيخ الإسلام ابن تيمية ይጠቀሳሉ እሳቸው ኩቱቦች በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ያጠነጠኑ ቢሆኑ ومن أخصرها كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة እንግዲህ من أخصرها ይሄን عنوان ያዝ ስለዚህ ያስተዋውቁን እኮ ነው የሚጠቅመንንም ኪታብ ማወቅ አለብን قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لمن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ስለዚህ ይሄንን ኪታብ ያለው ይቀራል የሌለውም ወቅቲና ማድረግ ይኖርበታል طيب የመጀመሪያ ፈስል ይሄ الفصل الثاني تحريفهم لصفات الله تعالى إذا الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ ራሱን ወስፏል አላህን የምናውቀው እሱ ባስተዋወቀን መሰረት ነው ያሸባ ይሄ አቅል የሚባለው አላህን ለማወቅ استقلال የለው استقلال አለው የለው አላህን የምናውቀው በቁርአን አላህ ራሱን በወሰፈው ወስፍ መሰረት أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم يتناقروا صحاح የሆኑ አሐዲሶች አሉ በእነሱ ሳቢያ በእነሱ አማካይነት አላህን እናውቃለን ስለዚህ አላህን ባህሪ على الحقيقة እናሰብታለን አህባሽ የአላህን አውሳፍ አያሰብቱ መጀመሪያ አሁን ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት ያሸባብ ቀሲዳ አላቸው ينفون فيه العلو አላህን አርሽ ላይ ነው ካል ካፊር ነው የሚሉት እነሱ ያሸባብ ምን እንበልታል አላህ ያለ في عدة آيات እያለ አላህ ያለውን ማለት ምንድነው ኩፍር ነው አላህ ያላለው ፈላስፋዎች ያሉትን ማለት ነው ተውሂድ እንግዲህ ባጭሩ ማለሽ قلب الحقائق ይባላል قلب الحقائق እንግዲህ ይሄ እንጨት ነው እንጨት እኮ ነው ይሄ ድንጋይ ነው ካልከኝ ወይ ብረት ነው ብትለኝ ምን ይሆናል ይሄ ይሻላል እኮ ከዛ ራሱ ያ የአላህን ከላም ነው እየገለበጡ ያሉት ይሄ አንተ ተምሳስሎበትም ሊሆን ይችላል ይሄን እንደዚህ
عموما يا الله ባህሪያት ብዙ ኩቱቦች አቂዳ ላይ ቀርተናል والحمد لله الله እንዳሰበተው على مراد الله እናምናለን اهل السنه والجماعه المسلمون قاطبه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደወሰፉት በሱ ነው የምናምነው እነዚህ ግን ምንድነው ሁለተኛው ፈስል የአላህን ባህሪያቶች ይሐርፋሉ فالاحباش يرون وجوب تاويل النصوص الوارده في الكتاب والسنه في صفات الله جل وعلا قرانم ሆነ ሐዲስም ሆነ ስለ صفات የመጡ ንሱሶችን ተህሪፍ ማድረግ ተአዊል ብለው ይጠሩታል ግዴታ ነው ብለው በዚህ ነው የሚያምኑት وهذا خلاف ما اجمع عليه المسلمون من لدن الصحابه والتابعين ይሄ ደግሞ የነሱ አካሄድ ሙስሊሞች ያሉበት የሙስሊሞች አካሄድ ግልባጭ ነው ከሷሃቦች ጀምሮ እነሱንም በመልካም ከተከተሉት ጀምሮ ومن سار على نهجهم الى يومنا هذا በእነሱ ፈለግ የተጓዘ እስካሁኑ ጊዜያችን ድረስ ሙስሊሞች የነበሩበትን አቂዳ እሱንም ይخالف ነው فانهم يعتقدون فانه ማለት الصحابه ومن ذكر بعده يعتقدون يامنون وجوب الايمان بما دلت عليه نصوص اسماء الله وصفاته من المعاني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل እንግዲህ نصوص من الكتاب والسنه የመጡ نصوصዎች ካሉ على الحقيقه እነሱ በመሩት ላይ ማመን ግዴታ ነው ብለው ነው ሰሃቦችን በመልካም የተከተሉ ታቢዖችም وكذلك من جاء بعدهم يسلك مسلكهم ይህንን ነው የሚያምኑት ويؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا الله امسايا እንደሌለው نفي ማለት ይሄ ነው وهو السميع البصير سميعنا እንደሆነ وهذا هو الإثبات ይህንን ያምናሉ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ራሱን እንግዲህ የመጠነበትን የወሰፈበትን ከሱ አይነፈዩም ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه يا الله الكلم ከቦታዎቻቸው አያዘናብሉም አይحرفوا ولا يلحدون في اسمائه واياته بالله አንቀጾች بالله ስሞች ደግሞ الحاد አይጠሙም ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه يا الله ባህሪ በፍጡራን ባህሪ ደግሞ አይመስሉም لانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له سبحانه ምክንያቱም ሞግሼ የለው ሰሚይ هل تعلم له سمي لا سمي لله سبحانه وتعالى كفو بيته አቻ ለአላህ ሞግሼ ስለሌለው አምሳያ ስለሌለው ንድ ስለሌለው እንዳሰበተ ያሰብታሉ አይነፈዩም አይመስሉም بهذا الصدد رسالة الواسطية مذكرتها قرتنا القصان بان قراش مذكرة على العقيدة الواسطية للشيخ نعم ابن عثيمين عليه رحمة الله فلذلك توحيد الأسماء والصفات لا نظير لها مع اختصارها بعض ما فاته فيها ሌሎችም ሙልሐቅ ያረጋሉ العقيدة الواسطية ላይ شيخ الإسلام ابن تيمية ያዘከሯቸው صفاتዎች ብለው ምን ያረጋሉ ተቲማም ተዚል የጻፏል ስለዚህ كتب السلف مطالعه ማድረግ ያስፈልግ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحباش معلش في كل البلاد مذهب وراءته هنا لكن رئيسهم ينتسب إلى هذا الإمام العظيم في الفقه من دينين وملواتهم شافعي نجل والشافعي بريء منه نعلن بعض الفتاوى متعلم المهم عموما كتب الأحباش مقرات هيتشالم بيال وأنا أتحمل ما أقوله لا يجوز وحرام العمل بفتاواه فتاوى الأحباش مسرات هيتشال من كان عنده أدنى مسكة بده فلا يعمل بفتاوى هؤلاء الأوحاش هيتشال ስለዚህ فتاواዎች ያመጡ ይሆናል የተወሰነ እንግዲህ ሻፊዒ መዝሐብ ላይ የሌለ في الفقهيات من ያረጋሉ ያልን ያመጣል هم المذهب الشافعي بريء من خلطهم هذا طيب ስለዚህ الإمام الشافعي من قالوا باختصار بالله አመንኳል
ከአላህ በመጣው በአጠቃላይ አመንኩኝ አላህ እንደፈለገዋል شباب الرحمن على العرش استوى ስንት ቦታ አለ ብለናል بهذا اللفظ ስንት ቦታ አለ لا ثم استوى على العرش ስንት ቦታ አለ نعم ቅድም ያልኩት الرحمن على العرش استوى السابع የሚባለው እሱ ነው في طه ሌሎች ላይ ከአልአዕራፍ ጀምሮ مرورا بالرعد ويونس والحديد والسجدة ሌሎችም ሱራዎች አሉ 6 ሱራዎች ላይ ثم استوى على العرش በሚለው ለብቷል طه ላይ ምን ይላል الرحمن على العرش استوى طيب الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا تامنالنا كيفية التنقره آمنت بالله وبما جاء عن الله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش جاء عن الله سبحانه وتعالى 6 على مراد الله سبحانه وتعالى الناس في الله أنت كيف أتدرسبت من بلنا يا شباب ولله المثل الأعلى نعيم الجنة الله كوي نقرنا الجنة هلي لنا بس ብቻ ነው የሚገናኘው ማንዒ ቢዱን ሐቂቃውን የሚያውቀው ያው አላህ የخلቀው ብቻ ነው ስለዚህ ከመخلቆች ሐቂቃውን ማናውቀው ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከይፍያው እንዴት አድርገን ልናውቅ እንችላለን እነዚህ እኮ የጠመሙት ፈልሰፋ ውስጥ ገቡ ስለዚህ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملائكتኛ ምኛለሁ አሉ وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه كساچو የመጡ ንሱሶችን እነሱንም አምንባቸዋለሁ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ይሄንን ብለዋል الامام الشافعي እኛም ይሄንን እንላለን بالمناسبه الائمه الاربعه كلهم سلفيون ናቸው ብለናል ያሸበ ከነሱ ውስጥ አሽዓሪ የለም ማቱሪዲ የለም አንድ ሰው ሻፊዒ ነኝ ብሎ አሽዓሪ ነኝ ካለ عقيدتهما عقيدة الشافعي ليست واحدة حنفي ነኝ ብሎ ማቱሪዲ ነኝ ካለ عقيدتهما ابي حنيفه ምንድነው አይደለም ይላል ليست واحدة የለም يا شباب تاريخ اسكمل ጠቅሼ ተናግሬያለሁ اخر الائمه الامام احمد رحمه الله توفي سنه كم يا شباب 41 و200 አይደል የሞቱት مؤسس الفكر الأشعري ولد سنة 69 و200 أي بعد وفاة آخر الأئمة بكم سنة يا شباب ب19 سنة እንዴት ብለው አሻይራ ይሆናል አይማዎቻችን ስለዚህ እነዚህም ጀማዓዎች በመذهب እንደዚህ ነን ይሉና እዛው ውስጥ እንግዲህ አፍካሩም ከምን የተቀላቀለ ነው ብለናል እዚህው ሪሳላ አለ في مطلع هذه الرسالة من الفكر الجهمي والاعتزالي والقبر والمتصوف ቀለቀል ያለ የተቀላቀለ ወደ አላህ ሊያደርስ ቀርቶ እዚህ ህፃንን ማያሳምን ፍክር ነው ይዘው ማህበረሰባችንን እየነጀሱና እያበላሹ ያሉት ነው አሱ وقال الامام احمد رحمه الله تعالى نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه الإمام أحمد من قال نؤمن بها نجيب الصفات مالتنا قرآن لا حديث لا يبالو صفاتك إننا من باتالن ونصدق ونتن لالن ولا نرد شيئا قرآن يمتع حديث لن يمتع منهم عندنا من نجر عن ملسهم ونعلم إنه قال لنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق نبياتنا صلى الله عليه وسلم الزوت يمتت حق الناس صدق مهانون أسرقتنا إنه قال لنا ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله من دينه بلنا يا شباب يما جمر يا تفسير تصديقه
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بقوله أين الله في صحيح مسلم እኮ ያለ ሐዲስ እነዚህ ጭንቅላታቸው የተበጠበጠ ብጥብጦች ሐዲሱ ሙጠሪብ ነው ሙስሊም ላይ ያለን ሐዲስ أين الله ሌሎችም ከዛ በኋላ የመጡ አሻኢራ ማቱሪዲያ ሸይጣንያ ኢብሊስያ ليس له عين إلا رسول الله الله እንዳስተምሩ የላካቸው وحي ያወረደባቸው ረሱል ናቸው የሚያውቁት ወላ እነሱ ናቸው የሚያውቁት أين الله بلوات على الأرض ما شبه والله بلوات من علج في السماء اعتكاف إنها حديث مع ابن حكم السلمي رضي الله عنه ሌሎችንም ያዘለ ሐዲስ ስለዚህ ይሄንን ማለት በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመለስ እሳቸው ያሉትን እሳቸው እንዳሉት አላህ ወህይ አውርዶባቸው ስለሚናገሩ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ሁሉም ሐቅና ሽድቅ ነው ብለን እናምናለን በአላህ መላእክተኛ ላይ የምንመልሰው ነገር የለንም ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه እሱ ራሱን كوصفበት በበለጠ አንወስፍማ ነብይ ማናቸው الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه والجماعه واخر الائمه الاربعه ስለዚህ አንተ استوى ብለህ ታምናለህ استوى لغه في لغه العرب بعلا ከተራመደ ምን እንደሆነ አሳልፈን በኢላ ከሆነ ስለዚህ በዛ طبق القواعد اللغه العربيه እናሰብታለን ከዛ በኋላ ፍልስፍና ውስጥ አንገባም ማለታቸው ነው الامام احمد እሱ ራሱን كوصفበት የበለጠ يوصفك يا شباب استواء من ይላሉ استواء ምንድነው የሚሉት استيلاء ላም ጨመሩ استوى ያለ ቀድም ቀራውላችሁ ስድስቱ አንቀጾች ላይ ሁሉ እነሱ ተሳስተዋል ያ አላህ استوى እንዴት ትላለህ استولى በል አይደለም የሚሉት ያ شباب ነው እኮ በተዛዋል ስለዚህ አላህ እሱ ራሱን ከወሰፈበት በላይ እኛ አንወስፍም እሱ የወሰፈውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወሰፉትን ወስፍ على الحقيقه እናሰብታለን ሳንመስል ሳንነፈይ ሳንከይፍ ሳናዓጥል ይሄ የምንጓዝበት የሙስሊሞች አቂዳ ይሄ ነው ሱሐቦች ታቢዒዎች ታቢዒን የሚያውቁት ኺላፍ የሌለበት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ኹሉፎች መጥተው መጥላ ሪሳላ ላይ እንዳልነው ወደ ተሕሪፍ ገቡ ከነዛ በቀንደኛ የሚጠቀሱ ፍድቃት አልአህባሽ ናቸው ሁለተኛ على عقائد المسلمين ከወጡበት መስአላ تحريف صفات الله سبحانه وتعالى قدم ተከተሉን ማወቅ አለብን نكتفي بهذا والله سبحانه